اهلا بيك يا صديقي في الفيلم الجامد الجديد اللي انت هتشوفه دلوقتي. بص بقى من الاخر، انا مش هتنازل عن 1000 لايك للفيديو ده وان شاء الله يجيب مليون مشاهدة. الفيلم ده البنت الدنيا مخبطة معاها ومعقدة، لا في بيتها نافع ولا في السجن نافع، وكل اللي يشوفها عايز يغتصبها. ملخص الفيلم ده جامد اوي 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 اوي. قبل ما نخش في تفاصيل وحدوتة الفيلم، يلا حط لايك وسيب تعليق حلو، وطبعا لو مش مشترك هتشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها أنا، واللي بتحلم إنها تكون عازفة مشهورة، وبيدخل عليها جوز أمها وبيستفزها وبيفضل يضربها ويرخم عليها، بس أنا بتصده وبتضربه برجليها، والإزازة اللي معاه بتدخل في رقبته وبيموت، والحكومة بتقبض على أنا، وأنا بتقعد قصاد القاضي وبتحاول إنها تبرأ نفسها، وبتقول إن جوز أمها كان سكران وقتها وكان بيحاول يتهجم عليها، وإنها قتلته من غير ما تقصد. لكن أنا بتقول عكس كده خالص، وبتقول إن بنتها كدابة، وبيقتنع القاضي بكلام أمها، وبتحاكم على أنا ب9 سنين سجن، وبتترحل أنا للسجن، وبتكون مش مصدقة إن أمها وقفت ضدها في المحكمة. ولما بيوصلوا بيستقبلهم مأمور السجن، وبيكون اسمه فرانك، وبيبان عليه إنه راجل مش سالك، وبيقول لهم كل الأوامر والعادات والتقاليد الخاصة بالسجن. وبتروح أنا للزنزانة بتاعتها، وبتقابل بنت غريبة وأخدة جنب لوحدها، وبتحاول أنا تفتح كلام مع البنت، لكن البنت بترفض، فبتزعل أنا وبتنام وهي حزينة. فالبنت الغريبة دي بتصحى بالليل وتفضل تبص على أنا، ولما أنا بتفتح عينيها البنت بتعمل نفسها نايمة. وفي الصبح واحدة بتنده على أنا وبتعرفها على قوانين السجن، واللي هي عبارة عن مجموعتين، أول مجموعة للبنات البيضاء وتاني مجموعة للبنات السوداء، وبتطلب من أنا إنها تنضم معاهم لمجموعة البيضاء، لكن أنا بترفض تماما وبتمشي. وبيقولها البنات برضو وهي بتتغدى، وبيفضلوا يرخموا عليها، وبيطلبوا منها إنها تنضم معاهم تاني، بس برضو أنا بتصمم وبترفض. فلما بتخلص أنا الأكل بتقوم عشان تمشي، فبيكعبلوها وبتوع على وشها، لكن ما اكتفوش بكده، وهي نايمة صحوها ونزلوا فيها ضرب. وتاني يوم بتروح أنا عشان تكشف، فبتبدأ المأمورة تسأل أنا بخصوص الجروح اللي ملا جسمها، فأنا بتخبي وبتقولها إنه محصلش حاجة. فبتروح أنا للمأمور فرانكو وبتقوله إن البنات مش سايبينها في حالها، وإن كل شوية يضربوا فيها لأنها منضمتش للمجموعة بتاعتهم، وبتطلب من فرانك إنه يخليها تقعد في الزنزانة لوحدها عشان تضمن البنات ما تقربش منها تاني. وهنا فرانك بيستغل الموقف وبيقولها إنه موافق بس بشرط، وبيقولها تتجوزيني بعد ما تخرجي من هنا. وبيتضح إن فرانك هو كمان معجب بيها جدا، لكن أنا بترفض وبتسيبه وتمشي. ولما بترجع الزنزانة بتاعتها بتحكي صاحبتها على اللي حصل، فالبنت بتقول أنا متقلقيش من حاجة وأنا هفضل معاكي دايما. وبعدها أنا بتروح لزعيمة مجموعة البنات البيضاء وبتطلب إنها تنضم معاهم، فبتقولها مش بالسهل إنك تنضمي للمجموعة بتاعتنا، فبتشترط عليها إنها لازم تضرب زعيمة البنات السوداء. فبتوافق أنا وبتتجه لزعيمة البنات السوداء، وفعلا نزلت عليها بالبنية ونزلوا ببعض طحن. وبعدها بياخدوا أنا على الحبس الانفرادي، وبتكون أنا متضايقة جدا، فبتروح أنا لمأمور السجن وبتوافقوا على طلبه، وبيدخلوا مع بعض في علاقة. وبعد كده أنا بتروح لزعيمة البنات البيضاء وبتحكي لها اللي حصل، وبيدخلوا مع بعض في علاقة. وأخيرا بعد أسبوع بتيجي والدة أنا علشان تزورها، لكن أنا بتتضايق جدا لما شافتها، وتقول لها أنت ليك يعني تيجي هنا بعد ما كنت السبب في الحبس بتاعي؟ وتقول لها أنت متنفعش أم أبدا، لأن هي كانت عارفة إن جوزها هو اللي اتهجم عليها، وبالرغم من كده شهدت على بنتها. وبتزعل أنا وبترجع لصاحبتها علشان تشكي لها همها. صاحبتها بتكون عايزة تدخل معاها في علاقة، لكن أنا بترفض. وتاني يوم الصبح بتروح أنا لصاحبتها عشان يشربوا سوا، فبتتقل في الشرب وبيجيلها هلاوس كتير، وبتشوف كل الناس على هيئة شياطين، وبعدها بيغمى عليها. بعدها بتحصل عملية قتل في السجن ومش بيعرفوا مين القاتل، وكل المساجين بيحاولوا يغلسوا على أنا، لكن أنا بتتعصب عليهم كلهم وبتفضل تزعق فيهم. في الوقت ده بيجي المأمور فرانكو وبياخد أنا على الحبس الانفرادي. وتاني يوم أنا بتفضل تتكلم مع صاحبتها، وصاحبتها بتتغزل في جمالها، وبيدخلوا مع بعض في علاقة. والصبح بتكون أنا قاعدة لوحدها، وبيجي لها جواب مكتوب فيه إنها هتموت قريب، ولما بتمشي بيجي لها شوية بنات وبينزلوا ضرب فيها. تاني يوم بتروح أنا للمأمورة وبتقولها إن المأمور فرانك بيحاول يغلس عليها، فالمأمورة بتقولها إن هما هيجيبوا كاميرا ويصوروا المأمور فرانك من غير ما ياخد باله علشان يتفتحوا قدام الناس كلها. بالليل بنشوف المأمورة لوحدها، فبتدخل عليها مسجونة وبتخلص عليها. وبعدها أنا بتروح للمأمور فرانكو وبتقوله إن في شخص بيقتل كل يوم بنت في السجن وإنها خايفة جدا. فالمأمور بيقولها إن الشخص ده بيقتل بأمر مني أنا، ولو انت ما سمعتيش الكلام هتموتي زيهم. هو بيتحايل عليها علشان يدخل معاها في علاقة، لكن أنا بترفض، وبيجيب لها آلة عزف عشان تفرح بيها.
لأنها بتحبها جدا، ولأنه عارف إن حلمها تكون أشهر عازفة في العالم. وبيقول لها مش بس كده، ده أنا هخليكي كمان بعد أسبوع تطلعي من السجن. فبتفرح أنا وبتدخل معاه في علاقة. وبعدها أنا بتروح لصاحبتها وبتقول لها إن فرانكو دخل معاه في علاقة بمقابل إنه يخرجها من السجن. صاحبتها حذرتها وقالت لها غبية، ده بيضحك عليكي، والكلمتين اللي قالهم لك قالهم لكل البنات اللي في السجن. بعد فترة بتروح زعيمة البنات البيضة لأنا وبتديها كاميرا صغيرة، بتقول لها الكاميرا دي تصوري بيها فرانك فيديو علشان يتفتح ونخلص منه. فبتفرح أنا جدا وبتوافق. فبتروح أنا لمأمور فرانكو وبتوافق إنه يعمل معاها علاقة، وبيدخلوا فعلا مع بعض في علاقة. ساعتها أنا بتصوره فيديو من غير ما ياخد باله. وبعد أسبوع أخيرا بتحصل جلسة الإفراج، فبيرفضوا طلبها لأنها بتكون مشاغبة كتير في السجن، وعرفت إن السبب في الرفض ده هو فرانكو. فقامت مطلعة الفيديو علشان توريهولهم وتفضحه. ففرانك بيتصدم لما شاف الفيديو. وبعدها بيرحلوا مأمور فرانكو من السجن، وكل البنات بتكون فرحانة جدا. وبعدها بتحصل جلسة إفراج تاني وبتأسفوا لأنا، وأخيرا بتاخد إفراج وبتودع السجن كله وصاحباتها وبتمشي. وهنا بيخلص الفيلم. نتقابل في فيلم جديد، متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتعليق حلو. شكرا لكم.